فعلا لإدارة مشروع البناء؟ قبل أن تدفع أول مبلغ وقبل تبدأ في حفر الأساسات، اسأل نفسك هذا السؤال: هل أنت مستعد فعلا لإدارة مشروع البناء، أم أنك تعتمد بالكامل على المقاول؟ الحقيقة التي لا يتحدث عنها كثيرون هي أن أكبر الأخطاء في البناء لا تحدث بسبب سوء النية، بل بسبب غياب التنظيم والوضوح من البداية. البناء ليس مجرد إسمنت وحديد، إنه قرارات يومية، وكل قرار غير محسوب قد يكلفك الكثير. دعني أشاركك أهم الأمور التي يجب أن تعرفها قبل أن تبدأ. أولاً، العقد ليس إجراءً شكلياً، بل هو خط الدفاع الأول. كثير من الناس يوقعون عقداً عاماً ومختصراً دون تفاصيل دقيقة، وهنا تبدأ المشكلات. العقد يجب أن يتضمن نوعية مواد التحديد، سماكات الحديد، جودة الإسمنت، تفاصيل العزل، عدد النقاط الكهربائية، مدة الإنجاز، طريقة الدفع، وغرامات التأخير إن وجدت. كلما كان العقد أكثر وضوحاً، قلت مساحة الخلاف لاحقاً. ثانياً، لا تجعل العاطفة تقود قرارك. بعض المقاولين يجيدون الإقناع بالكلام ويقدمون وعوداً مطمئنة، لكن البناء لا يدار بالكلمات، بل بالأرقام والجداول الزمنية. اطلب خطة عمل واضحة، اطلب جدولاً زمنياً، واسأل: ماذا سيحدث إذا تأخر التنفيذ؟ إذا لم تحصل على إجابة دقيقة، فهناك خلل. ثالثاً، نظام الدفع هو مفتاح الأمان. أكبر خطأ يرتكبه البعض هو دفع نسبة كبيرة في البداية بدافع الثقة أو الاستعجال. الصحيح أن يتم الدفع على مراحل محددة بوضوح، مرتبطة بإنجاز فعلي، بعد إنهاء الأساسات، بعد صب الأعمدة، بعد السقف، ثم مراحل التشطيب، ولا تدفع مرحلة قبل أن تتأكد بنفسك من جودة التنفيذ. رابعاً، لا تهمل الإشراف حتى لو كنت مشغولاً. حتى أفضل المقاولين يحتاجون إلى متابعة. قم بزيارة الورش بانتظام، اسأل عن المواد المستخدمة، تأكد أن التنفيذ مطابق لما تم الاتفاق عليه. وجودك وحده في الموقع يرفع مستوى الانضباط. خامساً، لا تبدأ التشطيب قبل اختبار كل شيء. قبل إغلاق الجدران بالجبس أو الصباغة، اختبر الكهرباء، اختبر السباكة، تأكد من عدم وجود تسريبات، افحص العزل، لأن الخطأ بعد التشطيب يعني تكسيرا وإعادة عمل، وهذا يعني تكلفة مضاعفة. سادسا، خصص ميزانية للطوارئ. من أكبر الأخطاء أن تحسب الميزانية بدقة شديدة دون أي هامش. في مشاريع البناء، المفاجآت ليست احتمالا، بل أمر شبه مؤكد. ارتفاع أسعار مواد، تعديل في التصميم، تفاصيل إضافية لم تكن في الحسبان. لذلك يجب أن تخصص من 10 إلى 15% من الميزانية كاحتياط. هذا القرار وحده قد ينقذك من توقف المشروع في منتصف الطريق. وأخيراً، لا تختر المقاول لأنه الأرخص فقط. السعر المنخفض جداً غالباً ما يعني تنازلاً في جانب ما، إما في الجودة أو في نوع المواد أو في سرعة الإنجاز. قارن بين العروض، اسأل عن مشاريع سابقة، تحدث مع عملاء سابقين، وشاهد النتائج بنفسك. في النهاية، البناء ليس مجرد مرحلة عابرة، بل هو قرار طويل الأمد يؤثر على راحتك واستقرارك لسنوات. التخطيط الجيد في البداية أرخص بكثير من الإصلاح بعد الخطأ. إذا وجدت هذا الفيديو مفيداً، وفي حال رغبت في معرفة الطريقة الصحيحة لاختيار مقاول محترف خطوة بخطوة، اكتب في التعليقات: اختيار ذكي.